في المستقبل القريب وبسبب الاحتباس الحراري ارتفع مستوى البحر واختفت المدن الساحلية في كل أنحاء العالم، هرب ملايين الناس، وبسبب المناخ المتقلب حصلت مجاعات عالمية، وعلشان كده بتنفذ الحكومات ترخيص للحمل علشان تحل مشكلة الكثافة السكانية. وبتعمل الحكومة سلسلة من الروبوتات اللي معروفة باسم ميشا، واللي كانت مش محتاجة مواد كتير علشان تفضل عايشة زي الإنسان. ومخترع الروبوتات دي هو البروفيسور هوبي، واللي كان في مؤتمر وبيشرح ان الروبوتات مبرمجة تتفاعل مع الضرر والألم وبتتجنب الأضرار زي الإنسان، لكنها لسه مش بتقلد المشاعر البشرية. وعلشان كده بيعمل هوبي الطفل اللي مبرمج يحب أهله، وده مصنوع للأهالي اللي عاوزين أطفال لكن مش قادرين يطلعوا ترخيص. وبعد 20 شهر من العرض بيروح هنري ومراته مونيكا يزوروا ابنهم مارتن في المستشفى، واتشخص مارتن بمرض نادر وكان في غيبوبة، وكان الدكتور خايف على مونيكا اللي كانت لسه عندها امل ان ابنها يتعالج. بينصح الدكتور هنري يساعد مونيكا تتغلب على حزنها. بيقدم هنري طلب اختبار بيتا في شركة الروبوتات، وبيختاروا هوبي علشان يختبر اختراعه الاخير وهو الطفل ديفيد، وده نموذج اولي للطفل الميكانيكي مبرمج لتجربة الحب. مش بتوافق مونيكا على الفكرة وبتتكلم مع هنري، وكانت شايفة انه بيحاول يستبدل مارتن وهو لسه عايش، لكن بتحس مونيكا انها فعلا محتاجة تهتم بطفل مرة تانية علشان تتخطى ابنها حتى لو كان روبوت، وفعلا بتغير رأيها. بيشرح لهم هنري ازاي الروبوت بيشتغل، ولو عملوا اختبار التنشيط ده هيخلي ديفيد مخلص ليهم زي الطفل العادي اللي بيحب اهله ومفيش رجوع تاني. ده معناه انهم لو قرروا يرجعوا ديفيد فلازم يلغوه ويدمروه. بالليل بتسمح مونيكا وهنري اللي ديفيد يدخل اوضة مارتن ابنهم. كان ديفيد حريص على اسعاد اهله، بس كل ما بتفتكر انه مش حقيقي ده بيخليها تتوتر، ولما بيطلب منها تلمسه بتخرج وبتقفل الباب عليه. تاني يوم بيشوف ديفيد مونيكا وهي بتعمل الفطار، وطول اليوم كان قاعد بيتفرج عليها. كانت مونيكا مش قادرة تتعامل معاه، وده بيخليها تحطه في الدولاب، وبعد لحظات بتحس بالذنب وبتخرجه. بتعرفوا انهم كانوا بيلعبوا. بالليل بيشوف ديفيد اهله بياكلوا، وكان مبسوط جدا من الموضوع ده لدرجة انه بيعمل نفسه بيشرب من كوباية فاضية علشان يقلدهم، وكان بيضحك على طريقة اكلهم، وده بيخلي الكل يضحك. في وقت تاني لما كانت مونيكا بتستعد للنوم بتروح تشوف ابنها وكأنه حقيقي، بس ده بيفكرها بابنها مارتن وبتعيط عليه. تاني يوم بتوافق مونيكا تفعل ديفيد ويبقى ابنهم للأبد. واول لما بتنتهي من الشفرة اللي هتخلي ديفيد يتعامل معاهم كأنهم اهله بيتغير وش الطفل لأول مرة وبينادي مونيكا بأمه، وده بيخليها تتعلق بيه اكتر. في يوم كانت مونيكا بتستعد تحضر مؤتمر لهنري، وقتها كان هنري حاسس بقلق لان مونيكا متعلقة بديفيد بشكل كبير، بيفكرها انه مجرد روبوت، لكن مونيكا شايفة ديفيد كهدية. ولما بيجي ديفيد يودعهم بتشم منه ريحة العطر الغالي بتاع مونيكا، وعلشان الامور تسوء اكتر بيسأل ديفيد مونيكا لو كانت هتموت في يوم من الايام. بتعرفوا مونيكا انها اكيد هتموت، لكن مش عاوزة ديفيد يكون الوحيد، وبتروح تخرج دب آلي كان بتاع ابنها مارتن وبتديه هدية لديفيد علشان ما يكونش لوحده. في وقت تاني بيعرف ديفيد مونيكا ان ممكن ينقل الصوت من تليفونها عن طريق انه يحول نفسه لمكبر صوت. بتوصل مكالمة من هنري اللي كان مش سامع مونيكا بسبب مكبر الصوت، وبعد ما بتزعقله بيديها التليفون اخيرا. بتعرف مونيكا اخبار مهمة، وبعد ايام بترجع مونيكا البيت مع مارتن اللي كان فاق من الغيبوبة وتعافى من المرض. ومع مرور الايام بيعامل مارتن ديفيد كلعبة، وبيطلب منه يكسر الحاجات وبيسأله هو ازاي اتصنع. ولما سأله عن اول حاجة فاكرها بيرسم طائر في ريش في ديله. وقت الغدا بيضايق مارتن ديفيد وهو بياكل. بيخاف هنري ومونيكا من اللي بيحصل وبيطلبوا منهم يسكتوا، لكن الاولاد مش بيسمعوا الكلام وبيكملوا اكل، وده خطر على ديفيد. وفجأة بيتوقف ديفيد وبدأ شكله يتغير والكل بيخاف. بعد فترة بياخدوه يصلحوه. بتمسك مونيكا ايده لكنه بيقول لها انهم مش هيأذوه، ده بيخليها تزعل عليه. ولما مارتن بيشوف ان اهله خايفين على ديفيد وقتها بيحس بالغيرة، ولما بيرجع البيت بيخدع ديفيد وبيطلب منه يقص شعر مونيكا وهي نايمة، وبيعرفه انه بكده هتحبه اكتر. في البداية بيرفض، لكن مارتن بيقعد يضحك عليه وبيخليه يوافق. بيروح ديفيد لأوضة اهله بالمقص، لكن وقتها بتلف مونيكا وبتتصاب من المقص. بيصحى هنري ومونيكا بتصرخ. بيزعق لديفيد وبيطلب منه يعرف هو بيعمل
ايه، لكن مونيكا بتوقفه لما بتشوف شعر واقع على الارض. في وقت تاني بتستعد العيلة لحفلة عيد ميلاد مارتن. وقتها بيحاول هنري يقنع مونيكا ان ديفيد بقى خطر، لكن بتدافع مونيكا عنه وبتقول انه مجرد طفل بيغلط. في الحفلة بيسخر اصحاب مارتن من ديفيد بسبب جلده الصناعي، بيستخدموا السكينة علشان يختبروا قلة الألم عنده، وده بيخلي برنامج الدفاع لديفيد يشتغل. بيروح يتخبى ورا مارتن لانه الانسان الوحيد اللي بيحسسه بالامان. بيبدأ يرجع لورا وهو ماسك مارتن، وبيقعوا هما الاتنين في حمام السباحة وهو ماسكه. بسرعة بيجي الناس ويساعدوا مارتن، وبيخلوا ديفيد في حمام السباحة لوحده. وبعد الحادثة دي بتحس مونيكا بالقلق من ديفيد، لكن بتشوف رسالة جميلة اللي كان كاتبها ديفيد. واخيرا بتقرر انهم يطلعوا رحلة هي وديفيد. بيفرح ديفيد انه هيقضي يوم مع امه لوحدهم. تاني يوم كانت مونيكا رايحة لشركة الروبوتات علشان تدمر ديفيد، لكن بتحس بالذنب وبتغير اتجاهها للغابة. بيروح يحط ديفيد سجادة علشان يقعدوا عليها وهو مش شاكك في اي حاجة. بتوقفه مونيكا وبتعرفه انها لازم تسيبه للابد والا هتدمره. بيتوسل ديفيد وبيعتذر منها على كل اللي عمله، لكن مش بتسمع كلامه. بتديله فلوس وبتطلب منه يهرب وما يخليش حد يمسكه، وخاصة الشركة. بيمسك ديفيد فيها وهو مش عايزها تسيبه. بتزقه بعيد وبتعتذر منه وبتمشي وبتسيبه يتفرج على العربية وهي بتبعد. في نفس الوقت في مدينة روج كان روبوت اسمه جو بيهدي صاحبته، وبينزل يكمل طريقه علشان يلاقي شخص تاني يساعده، وكان هي دي وظيفته. بيسأله مالك الفندق عن رخصة التشغيل بتاعته، لان في مجموعة بتدور على الروبوتات الضالة في المدينة وبتمسكهم. بيغير جو لون شعره قبل ما يروح للعميلة التانية، ولما بيقعد جنبها بيتفاجئ انها ميتة. في اللحظة دي ظهر راجل في الأوضة وبيأكد انه هو اللي قتل الست. وقتها فهم انهم عاوزين يمسكوه. بيقدر يهرب بسرعة وبيستخدم شفرة صغيرة وبيشيل الرخصة بتاعته علشان محدش يتعقبه. في الغابة كان لسه ديفيد مع الدب، وفجأة بتعدي شاحنة بترمي خردة، وبتظهر أطنان من الروبوتات المهجورة اللي بتحاول تصلح نفسها. كان ديفيد شايف اللي قدامه ده ومصدوم. بيظهر جو كان في طيارة على شكل قمر بتجري وراه، وبيبان انها المجموعة اللي بتمسك الروبوتات الضالة. بتشوف الروبوتات اللي في الغابة والكل بيهرب، ولو مسكوا روبوت كانوا بيدمروه في عرض علشان يعرفوا العالم انهم ضد الروبوتات، وعندهم مسح ضوئي بيكشف الروبوتات. بيدخلوا القرية وبيقدر رجالة المنظمة يرموا أقراص مغناطيسية ويحاصروا الروبوتات وبيقبضوا على شوية منهم، لكن ديفيد والدب بيقدروا يهربوا ويتخبوا مع شوية روبوتات في كوخ صغير. لكن رجالة المنظمة بيلاقوا الكوخ وبيدمروه وبيقبضوا على جو وبيحطوه في قفص، ومعاه ديفيد. كان بيحاول يمسك الدب بتاعه لكنه بيقع منه في الغابة. في معرض المنظمة بيمسكوا الدب وبيرموه في مكتب المفقودات. في الملعب بيهتف الجمهور وهو بيتفرجوا على تدمير الروبوتات المهجورة بانهم يحطوها في مدفع ويضربوها في النار. كان وقتها ديفيد مرعوب وبيمسك ايد جو. وقتها بيقدر تيدي الدب يخرج وبيشوف ديفيد في القفص. في اللحظة دي بتمسكه بنت صغيرة وبتشوف ديفيد وبتفتكره طفل حقيقي. بتروح تعرف ابوها اللي كان واحد من مبرمجين الشركة، وبيتضايق لان في طفل بشري وسط الروبوتات. في القفص بيقرب ابو البنت وبيستخدم جهاز بتاعه وبيكشف ان ده روبوت لكنه متطور جدا. وقتها كانت الناس مستمتعة وهم بيخلصوا على الروبوتات بطرق مختلفة، بس كان مدير العرض مصر ان ديفيد يدخل العرض، وهو متجاهل تفسيرات المبرمج ان ديفيد مهم جدا. وبياخدوا ديفيد اللي كان ماسك ايد جو وبيسحبوهم الاتنين للميدان، وبيعرفهم المقدم ان الطفل ده كان بيهين البشر. لكن الجمهور بيسكت لانهم اول مرة يشوفوا طفل في العرض. بيقع حمض على كتف ديفيد، وده بيخليه يصرخ من الألم ويبكي من الخوف، وده بيقنع الكل ان ديفيد حقيقي. والكل بيتضايق وبيرموا حاجات على المقدم. بيطلب منهم المبرمج يطلقوا سراح ديفيد وجو قبل ما يحصل اعمال شغب، وفعلا بيهرب الاتنين بامان. في مكتب هوبي كان في صور مختلفة لديفيد وهو بيكبر، وبنعرف انه تصمم على اسم ابن هوبي المتوفي. بيعرفوا الفريق بتاعه انهم شافوا ديفيد في العرض لكنه بخير. في الغابة بيترعب ديفيد وجو لما شافوا القمر مرة تانية. بيهربوا منه وبيقرر جو ياخد ديفيد لمدينة روج، ولما بيوصلوا بياخدوا جو في جولة في المدينة وبيفرجوا على المباني اللي اشكالها غريبة. كان ديفيد مبهور بتمثال الملاك. وفي الاخر بيروحوا يقابلوا دكتور نو اللي بيسألوا ديفيد عن الجنية الزرقاء اللي بتحول الدمى لبشر. بيستخدم الفلوس اللي ادتها له مونيكا، وقتها بيعرفوا نو انها في نهاية العالم. الكلام ده مش بيعجب جو، وبيعرفوا ان الروبوتات اللي بتروح لنهاية العالم مش بترجع. بيعرفوا حقيقة ان البشر مش بتحب الروبوتات، لكن ديفيد مصر ان مونيكا هتحبه لو تحول لطفل حقيقي. ولما بيخرجوا بتقابلهم الشرطة وبتقبض على جو، وهو مفكرين ان هو اللي قتل الست اللي في الفندق. ومن الفضول بيركب ديفيد طيارة وبيحاول يسوقها لكنه مش بيعرف يتحكم، وبيعمل فوضى كبيرة في المدينة وبيكسر حاجات وبيصيب الناس، والكل بيهرب وهم خايفين.
المدنيين. وقتها بيهرب جو من الشرطة وبيقابل ديفيد وبيركب معاه الطيارة وبيتحكم هو وبيطيروا بأمان. بعد ساعات بيوصلوا لمكان بيسميه جو المكان اللي بتبكي فيه الأسود. بسبب مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر ثبت المدينة دي في خراب تحت المية. بيشوف ديفيد تماثيل الأسود بتنزل مية من بقها وعيونها وده سبب التسمية. بيدخلوا بالطيارة في مبنى قريب من الأسود. بيدور ديفيد وجو عن الأستاذ هوبي وبيلاقي ديفيد باب مكتوب عليه كلام من قصة وبيدخل هناك وبيقابل ديفيد طفل شبهه بالظبط. بيبتسم الطفل وبيعرفه ديفيد إن هو الحقيقي. وقتها ديفيد الأول بيحس إن ممكن الطفل ده يحل محله ومن الدقيقة بيمسك كشاف وبيكسر راس الطفل التاني وبيكتشف إنه روبوت زيه. وقتها بيهرب جو اللي كان مرعوب وكان ديفيد بيصرخ إنه مميز. في اللحظة دي بيدخل هوبي وبيوقفه وبيأكد لديفيد إنه ولد حقيقي وبيعرفه إنه هو الجنية الزرقاء بتاعته. وكان هوبي هو اللي عمل كل ده علشان ديفيد يوصل لهنا وكل اللي حصل ده علشان يختبر لو كان ديفيد قوي كفاية علشان يطارد حلمه ولا لا. بيخرج هوبي من المكتب وبيسيب ديفيد يفكر إن كل اللي حصل ده كان جزء من تصميم لشخص تاني. وبعدها بيدخل ديفيد الأوضة تانية وبيشوف عشرات من الروبوتات اللي بتشبهه ومنهم واحد لسه مفتوح. بيقرب من الشباك وبيشوف الطائر اللي فاكر إنها أول ذكرى ليه وبيبان إنه تمثال بره المكتب. بيشوف صناديق اللي بيتم إنتاج ديفيد وأشكاله بكميات كبيرة علشان تتباع. وبعد ما عرف ديفيد إنه هو مش مميز بيتحرك لبره وبيرمي نفسه في المية. وقت ما جو كان بيراقبه من الطيارة تحت المية بيشيلوا الأسماك وبترميه قدام حاجة بتلفت انتباهه. بيمد ديفيد إيده لكن جو بيلاقيه الأول وبيسحبه بالطيارة. ولما خرج بيتأكد ديفيد إنه شاف الجنية الزرقاء تحت المية. وقبل ما يمشوا بعيد كانت طيارات الشرطة بتطير فوقهم وبيودع جو ديفيد والشرطة بتسحبه. بيفعل ديفيد نظام الغوص للطيارة وبينزل تحت المية وكان مصمم يلاقي الجنية. بيدخل ملاهي وفعلا هناك بيلاقي تمثال ليها. في اللحظة دي بتقع عليه لعبة العجلة على الطيارة وبتحبسه تحت المية. مش بيهتم وهو مركز مع الجنية وبيتوسل ليها تخليه طفل حقيقي لكنها مش بتستجيب. بتعدي السنوات وديفيد لسه تحت المية ومش بيفقد الأمل حتى لما الأضواء بدأت تنطفي. وبعد آلاف السنين اتجمد العالم واختفى البشر لفترة. وفي يوم ظهرت مركبة فضائية غريبة بتطير فوق المدينة وهم بيستعمروا كوكب الأرض. وهناك بينقلوا طيارة اللي فيها ديفيد وبيلاقوه متجمد. ولما أعادوا تنشيطه بدأ يتشنج وقبل ما يلاحظ الجنية زرعه قدامه بيخرج فورا من الطيارة وبيقرب من التمثال. وقت ما بتراقبه مخلوقات غريبة بيلمس التمثال لكنه بيتشقق وبينكسر. بتستغل الكائنات ده وبتعمل مسحة لذاكرته علشان تعرف الكوكب بشكل أفضل. فجأة بيلاقي ديفيد نفسه قاعد على الطاولة في بيت مونيكا وبيدور ديفيد على مونيكا وبيتفاجئ ديفيد انه بيلاقي الجنية عايشة وبيطلب منها تحوله لولد حقيقي لكنها بتعرفه انها مش هتقدر. كان الفضائيين بيستخدموا الجنية الزرقاء علشان يتكلموا مع ديفيد وبيعرفوه ان مونيكا ماتت. بيحزن ديفيد بيقرب منه الدب وبيعرفوا انه احتفظ بشعرة مونيكا اللي قصها وده معناه ان الفضائيين ممكن يعيدوا امه مرة تانية. بيروح ديفيد لأوضة نومه القديمة وبيفتكر صاحبه جو وهو بيصلح نفسه. في اللحظة دي بيشوف شخص على الباب وبيفكر انها مونيكا لكن بيكون كائن فضائي بيعترف انه مفتون بالبشر وانه عاوز يعيد البشرية باستخدام الاستنساخ العضوي. بس للأسف فشلت كل محاولاته لحد دلوقتي وان الحيوانات المستنسخة بتعيش بس يوم واحد وده اللي هيحصل لو رجعوا مونيكا للحياة. كان ديفيد عنده امل ان مونيكا هتكون مميزة زيه وهتستمر للأبد وعلشان كده راح يدور عليها وبيلاقيها في الأوضة نايمة. بدأ يبكي وهو بيشيل شعرها. في اللحظة دي بتصحى مونيكا وبتسلم على ديفيد واليوم واحد ممكن مونيكا وديفيد يقضوه مع بعض. بيعرفها ديفيد كل اللي حصل من ساعة ما سابته وبيلعبوا مع بعض وبيحتفلوا بيوم ميلاده. ولما الدنيا بدأت تضلم بره بيحط ديفيد مونيكا على السرير وكان خايف انها مش هتصحى تاني وفجأة بتعرفه مونيكا انها بتحبه وده بتخلي ديفيد مبسوط وفي نفس الوقت حزين وبيقرر ينام جنبها وبكده يكون حقق حلمه لأول مرة. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتأكد انك ضغطت على الاعجاب واشتركت هنا بالقناة وفعلت الزرار بتاع الجرس. سلام.